بالنسبة للتراث المحلي مدينة القصر الكبير، يعني نظرا للضخامة، لأنه أولا نحن نتحدث عن مدينة القصر الكبير ولا نعرف بأن مدينة القصر الكبير هي مدينة فوق مدينة، نحن نتحدث فقط عن ما هو فوق المدينة. أما المدينة التاريخية فهي راها مدينة فوق مدينة، بحيث هناك كثير من المعالم اللي تبنت فوق معالم أخرى، وبالتالي الحفاظ على ما تبقى هذا يحتاج إلى تضافر الجهود، هذا لأنه التراث نظرا للعلاقة المتشابكة بين المجتمعات المدنية والمجالس البلدية والدولة ووزارة الثقافة، ففي كثير من الأحيان هذا التشابك وهذا التعارض وهذا التقاطع هو السبب في اندثار كثير من المعالم التاريخية، لأنه هناك معالم يمكن يكون فيها إصلاح، ولكن هناك عوائق أخرى مثلا سور أو قوس أو باب أو غيرها نريد أن نحافظ عليها. في بعض الأحيان نجد هناك جوانب موازية أخرى تقف عثرة أنه أنت غادي تمشي تصغب القوس، ولكن يجب أن تحتاج إلى رخصة، يجب أن تحتاج، نعم لابد من رخصة، ولكن السور غادي يتهدم، خصنا نصلحوه. لا، نحن دائما نجد تلك العوائق تؤدي إلى البقاء عليه إلى أن يتهدم، وحينما يتهدم نبدأ في البكاء عليه. فمثلا عندنا مكان في مدينة القصر الكبير دار المخزن اللي كان فيها سيباستيان، وهذا سيباستيان اللي هو تعرف بمعركة القصر الكبير حينما قتل في المعركة وجيء به من المعركة وحنط وجيء به إلى مدينة القصر الكبير، ووضع في تلك الدار وبقي حوالي 3 أشهر و10 أيام هناك، إلى أن أعطي أو سلم إلى خاله فيليب سيغوندو، فيليب الثاني، بدون مقابل. كان البرتغاليون ياتون إلى الربعينات ياتون إلى ذلك المكان ويقومون بالقداس، لأن هذه المعركة كانت لها آثار دولية وآثار على المستوى الأدبي، نظرا لسقوط أكبر إمبراطورية في وقت، فالناس لم تصدق، البرتغاليون لم يصدقوا واعتبروا أن سيباستيان ارتفع، وبقي هناك موجة تسمى بالسيباستيانية. أعود لأقول بأن هذا المكان الذي كان فيه سيباستيان أو جثة سيباستيان، وهناك صور لا زالت موجودة عندنا على أصله، تغير إلى مباني وسكنى، وفقدنا هذا التراث، هذا المكان الذي كان من الممكن أن يعتبر جزءا أو عاملا من عوامل التنمية. وكذلك المدرسة العنانية، وهي مدرسة مارينية كذلك، هذه حولت إلى مدرسة أهلية وانتهت. المهم هو أنه عندنا إشكالية في مدينة القصر الكبير، هو أن تراث كثير وكبير وموجود في أيادي مختلفة. هناك مثلا الخواص يبيعون دورهم وياتوا أناس آخرين ويهدمون ويغيرون، يعني هناك عوامل كبيرة لا بد من المجتمع المدني والمجلس البلدي، وعلى الأقل المجلس البلدي أنه لا بد أنه يكون عنده واحد العامل الأساسي في التدخل في التراث. ثم هناك
الدعم لهذا التراث دعم ضخم. طبعا لا أرى هناك من يدعم هذا. شكرا. بوابة القصر الكبير، من خلال ما جاء في كلمتك في هذه المائدة المستديرة التي نظمت من طرف جمعية المحلي، أي دور يمكن أن يلعبه الإعلام المحلي في النهوض في ترسيخ الثقافة التراثية في شارع القصر؟ بداية نتقدم الشكر للمواقع الإلكترونية التي تابعت هذه المائدة المستديرة التي نظمتها الجمعية المغربية للصحافة والإعلام. وفعلا ننطلقوا من هذه المائدة المستديرة اللي كتنظمها الصحافة، هذه الجمعية اللي كتضم مجموعة ديال النشطاء مجال الإعلام سواء الإلكتروني أو الورقي الوطني أو الجهوي، أن هذه الندوة من خلال ما تتبعته وتتبع جميع المواقع أنها سلطت الضوء على مجموعة ديال الكنوز التراثية التي تزخر بها مدينة القصر الكبير، وخاصة أن كانوا معنا كبحث محمد أخريف مجموعة ديال الأساتذة في الاجتماعيات أنهم لهم دراية بما تزخر به هذه المدينة من تراث سواء المادي أو لا مادي. وهذه المائدة ديال اليوم سلطت الضوء على هذا. إذا الإعلام من غيجي مثلا وينقل مراج اليوم في هذه المائدة، إذا ماذا يقوم بدور التوعية؟ وهذه هي الرسالة ديال الإعلام، أنه يقوم بدور توعية المجتمع أو المجتمع القصري المحلي أو الجهوي أو الوطني بما يوجد في هذه المدينة ومن المشاكل التي يعانيها التراث. وأن المدينة هناك اتفاق وإجماع ما بين جميع الجمعيات المهتمة بالشأن والمهتمين بالشأن ديال التراث ومدينة القصر الكبير أنها غنية وفيها كنوز، ولكن المشكلة هو قضية التسويق. هذا التسويق شنو هو العوائق؟ هو كيف جاء مجموعة المداخل الإخوان، وأنه لا بد من المشاركة ديالو والإظهار ديالو وتسليط الضوء ديالو عليه، أنه يجب أن يشترك فيه الجميع بغض النظر على الخلفيات، ترك الخلفيات، لأن هذا متفق ومشترك إنساني يجب أن نسوقه. والأمر اللي كيخرج هذا الجانب الأول. الجانب الثاني هو أن الدور ديال الإعلام من أجل التوعية مثلا التراث اللي تظهر به المدينة، أنه يواكب الأنشطة اللي كتقوم بها الأندية وكتقوم بها مجموعة المؤسسات التعليمية في ميدان التراث وخاصة التراث المحلي وتنشره النقطة الأخرى من أجل الحماية، وهذا الدور يجب أن يقوم به هذا هو أنه ينوض يجرد الأماكن التاريخية اللي عندنا هنا، المنازل التاريخية، القصور اللي موجودة في المدينة والتعريف بها، وخاصة كذلك الزوايا الأولياء مولي علي بوغل، ويعرفوا بها القصريين والمجتمع. وهذاك التعريف شنو يكون فيه؟ غيكون فيه أنها حماية. علاش؟ حتى الآخر، لأن المدينة مبتلات ابتليت واحد اللوبي العقار الذي لا يهمه لا التراث المدينة ولا ما يهمه هو الربح، حتى ولو كان على التاريخ ديال المدينة وعلى الأمر ديال. إذا هذا الأمر هذا بغى يجي الإعلام ويسلط الضوء عليه، اش غتكون؟ ستخيف هذاك اللوبي أنه باش يمشي ويغير يشري هذاك المنزل ويغير له المعالم ديالو أو لا هذاك السور أو لا هذيك البقعة اللي فيها شي حاجة. إذا هنا هذا أن الإعلام أن عليه أن يخصص، لا كان ورقي صفحات ولا كان الإلكتروني، أن يخصص مواضيع تحقيقات حول هذه الأمور، التحقيقات حول الأشياء التي تغيرت وشوهت معالمها التاريخية، والإبراز ديال ما تبقى من أجل أن نحافظ عليه. والأمر اللي هو هذا أن كذلك التحسيس داخل المؤسسة التعليمية. علاش؟ لأن نحن غاديين، ولكن علينا أن الجيل هذا اللي غيطلع خصو بأنه نوعيوه بالدور ديالو من أجل الحفاظ على هذا ونعرفوه ما تزخروا به مدينة القصر الكبير. وشكرا لكم والمتابعة ديالكم لهذه المائدة المستديرة، وخاصة الإخوان ديال القصر فوروم قصر فوروم وجميع المواقع اللي كذلك واقفتنا هنا. وشكرا سيدي محمد بارك الله فيك. قصر فوروم في البداية كنشكر الإخوان ديال قصر فوروم على هذه الالتفاتة ديالهم وعلى الحضور القيم ديالهم في هذه الجمعية في هذه الدائرة المستديرة حول التراث الثقافي مدينة القصر الكبير.
احنا عملنا هذه المائده المستديره من اجل المحافظه على التراث الثقافي والمحافظه على المآثر التاريخيه بمدينه القصر الكبير، لاننا قمنا بعده كتابات. حينما كانت لم تكن هناك مواقع الكترونيه كنا كنكتبوا في الجرائد والصحف الوطنيه، وكتبنا عده مقالات حول المآثر التاريخيه ولا حياه لمن دونها. فاول كتابه كانت عندنا وهي كتابه حول بيرس كارتوس، هو متحف ديال بيرس كارتوس. كان هذاك واحد المعلمه تاريخيه ومثلوا فيها عده ليزاكتور كبار في الصعيد الوطني ولا الصعيد الدولي، وكنا كنكتبوا يوميا، وكنا كنشوفوا بان ديك المعلمه كطيح، وراسلنا وزاره الثقافه وراسلنا المجلس البلدي، ولكن لا حياه لمن تمات. من بعد عملنا واحد الدوره استطلاعيه في مدينه القديمه تسمى في الديوان، واطلعنا على عده دور عده منازل. هذه المنازل حقيقه منازل تراثيه موريسكيه، كانوا كيسكنوا الناس جاوا من اسبانيا وكانوا كيعيشوا تمايا، وكانت عندهم شي ديك الواجهه ديال المنازل جميله جدا، لا من ناحيه الشبابيك ديال الحديد ولا بالنسبه لديك الباب كان فيها واحد الباب، كان فيها ديك اللي كتجي تدق في الدار، كان عندها واحد الحديده كتدق بها بمعنى الناس واخا يكون الانسان بعيد ولا هذا يسمع كاين لا صونيت لا والو. وعملنا واحد الدوره تحسيسيه من ديك السكان على ان يهتموا بهذا الشيء هذا وهذا، وكتبنا داك الشيء، صيفطنا الجرائد الوطنيه وكتبوا كل واحد كيفاش كيكتب. واحد كيكتب بان خصنا المحافظه عليها، اللي كيقول بان خصنا الترميم ديالها، واحد كيقول لك بان الى اعاده الترميم ديالها خصها تبقى بديك الواجهه في حالها، واحد كيقول لك ندخلوا على التحسينات الى اخره. المره الثالثه قلنا هذه المآثر التاريخيه اللي كانت تربط القصر الكبير خصنا هاد الجماعات المحليه ولا السلطات المولى المحليه ما كتسمعناش، قلنا غنهتموا بالمحافظه التراث الوطني عن طريق دورات تحسيسيه في المدارس. في السنه من 2011 وحتى 2012 وحنا كنقوموا بواحد الاجتماعات متواليه من اجل كيفاش نعملوا باش نحافظوا على التراث. قلنا اولا بإحصاء المآثر داخل مدينة القصر الكبير، ثم انتقلنا إلى المآثر التاريخية اللي موجودة في الدائرة كاينة سميت واحد الدوار ما بقيتش عاقل عليها، عاد واد المخازن مشينا تما وصورنا ديك المآثر إلى آخره، وجينا وعملنا المسابقة ديال المصورين اللي غيصورونا أحسن مآثر في الإقليم، وعملنا لهم جائزه. قمنا كنعملوا دورات تحسيسيه وعملنا مسابقات ثقافيه داخل المدارس الابتدائيه والثانويه والاعداديه، وعملنا دروس داخل المدارس، وحضروا معنا النيابه الاقليميه، حضروا معنا بعض الفاعلين الاجتماعيين وبعض اعضاء المجلس البلدي كانوا كيحضروا معنا. واخيرا توجناها في واحد اللقاء كنا عملنا واحد اللقاء عام وجمعنا الطلبه والاساتذه وهذا، وعطيناهم جوائز تحفيزيه باش يحافظونا على هذه المآثر وعلى هذا الشيء هذا، وحنا لازلنا نتابع هذه المآثر كنحاولوا باش نحسوا الناس والطلبه والجماعات المحليه، نقول لهم بان حتى هما ما خصهمش يعطوا رخصه البناء بدون شروط من هذه المآثر التاريخيه الموجوده داخل القصر الكبير. وشكرا.